أبطال سنة 6، أهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض يونت 6 لسن 1 الدرس الأول ذا ووتر سيفر، صفحة 51 و52 و53، كتاب التقييمات لغة إنجليزية الصف السادس. ما تنسوش حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله توصل لكم من حل التدريبات والواجبات وشرح الدروس. أول حاجة هنا صفحة 51 بيقول لك هنا discuss with your parental. بيقول لك how is water، ازاي المية very important in our life، ازاي المية مهمة في حياتنا. هتقول له we need it، احنا بنحتاجها to drink، ان احنا نشرب، cook نطبخ، and clean وكمان ننظف. طيب في الاكتيفيتي 1 تشوز ذا كوريكت انسر. اول واحده هتقول له دريبنج. دريبنج اللي هي التنقيط او التقطير، شفت الميه لما بتنزل من الحنفيه كده، ده اسمه دريبنج. طيب دريبنج هتقول له مينس بيوني فولنج ان سمول دروبس، يعني نقاط صغيره لايك ووتر فروم ا تاب، زي ايه الميه اللي بتنزل من الحنفيه. رقم 2 هتقول له بريشيوس يعني ثمين. بيقول لك هنا when something is valuable، لما تكون حاجه قيمه دي معناها انها بتكون ايه، بتكون ثمينه غاليه يعني. the teacher was excited، المدرس كان متحمس about the project عشان المشروع. you mustn't touch statues، يعني لا يجب عليك ان انت تلمس التماثيل in the museum في المتحف. رقم 2 هتقول له we mustn't throw rubbish، يعني لا يجب علينا ان احنا نلقي القمامه on the beach في الشاطئ. يلا بينا على الاكتيفيتي 2. بيقول لك write a paragraph من 50 كلمه عن life is difficult، الحياه بتكون صعبه without water، طبعا بدون ميه. هتقول له water is very important for all living things، لكل الاشياء الحيه او الكائنات الحيه. people للناس، animals الحيوانات، and plants والنباتات. need water بتحتاج الميه to life عشان تعيش. we use water احنا بنستخدم الميه for drinking للشرب، cooking الطبخ، cleaning النظافه، and growing food وكمان نزرع الطعام. without water بدون الميه we can't survive، بدون الميه ما نقدرش ان احنا ايه ننجو. خلاص اهو يا شباب، يعني ممكن توقف الشاشة أو وقف الفيديو لحد ما تنقل الباراجراف على اللي بمهلك. يلا بينا على الهوم ورك. الاكتيفيتي 1 بيقول لك هنا we visited، بدل visit هتبقى visited، لأن هنا بيقول لك last year السنة الماضية ماضي بسيط. she saw the beautiful garden، هي شافت الحدائق الايه جميلة. my friend صديقي didn't go، بتنفي بقى، يبقى my friend didn't go to the museum، ما راحش للمتحف. I enjoyed يعني أنا enjoyed يا شباب، DAN هتقول له I enjoyed يعني أنا استمتعت the trip بالرحلة a lot يعني كثيرا. he chose the wrong way، هو اختار الطريق الغلط. صفحة 53 أول واحدة هنا هتقوله في read and complete the text with the word in the box، كمل الجمل طبعا بالكلمات اللي في البوكس. عندك هنا هتقوله the ancient Egyptian المصريين القدماء. my little sister wrapped يعني غلفت ولفت her gift الهدية بتاعتها in shiny paper في ورق لامع. let's decorate، دعنا ان احنا نزين the classroom الفصل with balloons بالبالونات for the party للحفلة. we went hiking، احنا هنروح للتنزه in the mountains في الجبال during our trip أثناء رحلتنا. read and complete. أول واحدة هنا هتقول له green and healthy يعني خضرة وصحية. thank you ليلى I take care يعني أنا هاخد بالي. هنا هتقول له what kind of ما أنواع of plants من النباتات. هنا هتقول له I grow herbs أنا هزرع الأعشاب. هنا يا بطل بيقول لك اكتب باراجراف عن healthy habits عن العادات الصحية من 50 كلمة. تقول لي healthy habits for a happy and balance، التوازن balance life توازن الحياة، eating healthy food وأكل الطعام الصحي، exercising والتدريب regularly بانتظام، and getting enough sleep والحصول على نوم كافي، help keep بيساعدنا في حفظ ضباطي الجسم، strong قوي، وpracticing والتمرين الجيد طبعا practicing good التدريب الجيد، and staying healthy والبقاء بصحة. يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، ربنا ينجحكم جميعا. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. بالتوفيق والنجاح، مع السلامة حبايبي.